انت عارف ان في حوالي 137345 اكستنشن لجوجل كروم، بس في 5 منهم بستخدمهم وبعتبرهم الاهم على الاطلاق. تعال اقول لك عليهم. دارك ريدر ده بيخلي كل المواقع اللي خلفيتها بيضاء واللي ممكن تأذي عينيك وتخليك مش مركز للون الاسود المريح للعين. ده كاميرايز ده بيخليك تعرف تاريخ اسعار اي منتج موجود على موقع امازون علشان تعرف زاد او قل قد ايه. مش بس كده، ده بيديك نوتيفيكيشن لما يوصل سعر منتج معين لسعر كويس بالنسبه لك. برايفسي بادجر وده الحقيقه اكستنشن بقراه شخصيا بما اني ماركتير، بس في نفس الوقت اكتر اكستنشن مهم جدا لخصوصيه اي حد على الانترنت. وببساطه ده بيعمل بلوك لاي كود تتبع لاي موقع بيحاول يدخل على تاريخ بحثك والمواقع اللي بتدخل عليها في النت، علشان المواقع دي بتعمل لك بروفايل حلو كده عندها، وبكده ما تخليش المواقع دي تقدر تستضيفك باعلانات على حسب البروفايل ده. البانيك بوتون ده بقى مفيد للناس اللي زي حالاتي اللي بيفتحوا تابات كتيره في جوجل كروم ويسيبوها مفتوحه، وده بياكل حرفيا الرامه بتاعه الجهاز بتاعك. ده بضغط الزر بيخفي كل التابات المفتوحه دي ويخزنهم في بوك مارك معين علشان تبقى ترجع لهم بعدين لو حبيت. 5 decreased productivity ده بيخليك تفتح المواقع بدون اي توثيق، بس النص اللي عايز تقراه، فده بيخليك تفتح المواقع اللي انت عايزها بدون ما تلفت نظر حد في الشغل. لايك وشير وتابعني علشان لسه في اكتر.